السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في قناتكم بوابة الهجرة إلى ألمانيا. اليوم إن شاء الله باش نحكوا على واحد من أهم المواضيع اللي تخص أي شخص عايش في ألمانيا، واللي هي الإقامة الدائمة أو ما تعرف بالنيدرلاندس. كيفاش نتحصل عليها، شنو هما الشروط، وين نجم نقدم، شنو هما النصايح. تابعوني للنهاية إن شاء الله، وإن كل معلومة باش تفيدكم قدرة ربي. باهي. بالنسبة للإقامة الدائمة، هي تصريح يخول لك تعيش وتخدم في ألمانيا بدون أي وقت محدد. يعني مفماش داعي انك تجدد كل عام كل عامين الإقامة بتاعك، ماهيش إقامة بفرصة، وتعطيك حرية كبيرة في العمل، تنقص لك برشا في تعقيدات البيروقراطية اللي هي الوثائق. مش كيف ما باش تبقى عندك الإقامة الدائمة باش تجدد الإقامة الدائمة متاعك كيف ما إنسان يجدد في إقامة عادية. باهي. بالنسبة للإقامة الدائمة كيفاش نتحصل عليها؟ بالطبيعة الشروط متاعها تختلف حسب حالتك، حسب الإقامة اللي أنت جيت بها من تونس، وإلا من المغرب، وإلا من الجزائر، وإلا من أي دولة عربية شقيقة. به. بالنسبة للموظف أو عامل عادي، لازم تكون عايش في ألمانيا أقل شيء 5 سنين بإقامة قانونية، عندك عقد عمل والدخل الشهري كافي، دفعت اشتراكات التقاعد لمدة 60 شهر على الأقل. ما ننسوش بالطبيعة شهادة اللغة البي 1 اللي هي لازم تكون معترف بها حسب المرجع الأوروبي. خاطر فما برشا معناها ديزيكول معناها يعطوا في معناها شهايد اللي هي ماهيش معترف بها وما توافقش عليها إدارة الأجانب. وعندك الامتحان السياسي اللي هو مهم ومهم جدا، سكن مناسب، والتأمين الصحي زاد هذاك من الحاجات المهمة والمطلوبة ومن شروط الإقامة الدائمة. به. إذا كنت خريج جامعة أو أوسبيلدونغ بألمانيا، تكون كملت المدة الدراسية متاعك وخدمت لمدة عامين في ألمانيا. بالطبيعة هكاك تولي عندك بالنسبة للإنسان يعمل 3 سنين ونص أوسبيلدونغ مع عامين، معناها من بعد تنجم تقدم على الإقامة الدائمة. به. عندنا ليزانجينيور اللي هو عندهم امتيازات خاصة كيفهم كيف يمكن أكثر حتى من اللي معناها جايين لم شمل، وعندهم متزوجين من ألمان. خاطر تنجم تقدم بعد 33 شهر أو بعد 21 شهر لو كان عندك شهادة البي 1. بالنسبة للمعرسين من ألمان بالطبيعة، وإلا من تونسي، وإلا مغربي، ولا لا جزائري، المهم تبدأ عنده الجنسية، تنجم بعد 3 سنين تقدم على الإقامة الدائمة، وتنجم زادة بعد 3 سنين تقدم على الجنسية. نجم تقدم على الجنسية قبل حتى من الإقامة الدائمة، ماهوش شرط تكون عندك إقامة دائمة باش تقدم على الجنسية. بالنسبة للمتزوجين عندهم امتيازات زادة خاصة بارابورا الإقامات الأخرى. اللاجئين اللي عنده إقامة حماية عادة بعد 5 سنوات، نجم في حالات معينة بعد 3 سنوات إذا صار اندماج جيد كلغة عمل سكن، أما دايما 5 سنوات على الأقل. به. لما تكون مستوفي الشروط هذه كل، مش نحكي تو على الوثائق اللي مطلوبة، اللي هو جواز السفر ساري مفعول، تصريح الإقامة الحالي، إثبات العمل أربايت بيشاينيغونغ عند صاحب العمل، مع تروا فيش دي بي اللي هو 3 كشوف راتب الأخرانيين، إثبات دفع التقاعد، الأنميلدونغ عقد الإيجار، شهادة اللغة بي 1 بالطبيعة، تأمين صحي، الامتحان السياسي، وعندنا الفورونغس تسوينس. ما عندك حتى مشكلة، ما عندك حتى قضية هنا في ألمانيا، أمورك ريجلو، كل شيء مريقل. هذيك زادة من الشروط اللي تطلبها إدارة الهجرة والأجانب.
وبالطبيعة أنا ننصح ماذا بيك ما تستناش ال5 سنين تبدأ تحضر في دوسي متاعك حتى قبل بعام بعامين باش تبدأ حاضر كل شيء. راجع ديما إدارة الأجانب متاعك، كان عندك سؤال معين، خاطر القوانين تنجم تفرق من مقاطعة لمقاطعة وتتبدل من مدة لمدة أخرى، مش ديما نفس القوانين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا عندك أي سؤال بخصوص الإقامة الدائمة خلي لي بالتعليقات، وإن شاء الله باش نجاوبكم شخصيا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. كنا معكم بوابة الإجراء ألمانيا، مرحبا بالناس الكل وباللي عنده سؤال، وبالتوفيق إن شاء الله ديما نشوفوكم من حسن إلى أحسن، وبسلامة.